انا غادي نكون كي تاعكم بشير في لو فوليب هنايا. اون فوار ان شاء الله لا فيي في مصاغاناب نشوفوا اون بارتي من السونتر فيل، بصح لا كروند بارتي غادي نشوفوها في الدرب طبانه والعرصه وبرج الطقطان. دونك البارتي تاعنا غادي يبدا منا يكمل في الجاردان تاع العرصه ان شاء الله. انا جي سواجي باش نبداو التراجي تاعنا من هذا البلاصه. هنا رانا قدام فندق المدينة أو دار البلدية الكبيرة. هذه دار البلدية تأسست سنة 1927 من طرف المهندس المعماري الفرنسي أندري مونطارون. بدأ البنية تاعها سنة 1924 وكملت سنة 1927. هذه دار البلدية هي دار البلدية الوحيدة في الجزائر المصنفة كتراث وطني سنة 2006. تم ترميمها مؤخرا سنة 2022 شوفوها كيكملوها. دونك هذه الدار البلدية صنفت كمعلم وطني بسبب واحد معين، الا وهو زيارة شارل ديغول رئيس الجمهورية الفرنسية الخامسة سنة 1959. دونك شارل ديغول سنة 1959 دار اون تورني في اون الجيري. كانت حرب التحرير وكاع، فرنسا بدات تزلق لها لاجيري من يديها. جا شارل ديغول اول حاجه دارها في لاجيري هي دار اون تورني اون الجيري، دار كاع لي كروند فيل اون الجيري دارهم. بدا من عنابه اللي كان اسمها بون، زاد بوجي اللي هي بدايه، زاد قسطنطين، الجي، اورون، زاد ريو سالادو اللي هي دروك راهي المالح جايه جويه تموشنت، وكي كملها مصطفى. وهنا اللي دار الديسكور تاعه وقف غادي كاين. شوفوا هذاك لو بالكون، وقف فيه دار ديسكور معروف بزاف اللي قال فيه لاجيري فرونسيز ريستورون فرونسي. هنايا انا في الكارفور دو لا كروند بوست. عندنا هنا لا كروند بوست، عندنا هنايا لو بالي كونسيلير، عندنا هنا لافينيو بروميير ديزين. دونك لا كروند بوست أسست سنة 1929 كيهدوا الاسوار تاع المدينه القديمه. باسكو الاسوار تاع المدينه القديمه هنا يهدوه هنا كان باب سموه باب معسكر، يعني كانوا فيها بزاف ابري كي نوصلوا للدرب لحقت كما هنا مزيان. دونك عندنا لا كروند بوست، عندنا لو بالي كونسيلير لا كروند بوست اركيتكتور فرونسيز ميليتير. هنا عندنا لافيني بروميير ديزين. هاد لافيني بروميير علاش سموها لافيني بروميير ديزين؟ كون يعرف والو اوكين ايدي. لا بروميير ديزين بون في لا بروميير غير مونديال قبل لا باتاي دو ستالينغراد. شكون يعرف ستالينغراد؟ ستالينغراد سي موسكو قبل ما تولي ستالينغراد. دونك قبل لا باتاي دو ستالينغراد كانت كاينه اون باتاي في لا فرونتيير اوتريشيان في اوتريش شاركت فيها القوات الفرنسيه. هذه القوات الفرنسيه في لا بروميير لين في الصف الاول داروا لي ميليتير مستغانمون اللي طلعوهم هنا مستغانين التجنيد الاجباري، داروهم هما زعما كبش فداء في الخط الاول. وكي صفاوهم كاع كملوهم كاع داروا هاد سماو هاد لالين سماوها الونور دو سي. وهنايا كان كيسموه كان كاين مونيمون او مور فيها لو برومي لي مات يسموه بالهاني الحاج، يسموه بالهاني الحاج. تا ولا قلعوه مور كي داروا الجيملاج مع بيربينيون. لا كومين دو بيربينيون على دوموندي باش يعطوهم هذاك لا خمس ما قلعوه داروه في بلاصات في بيربينيون. كون تروح بيربينيون سي بون مونيمون مور دو مصطفى. دونك هاد لافيني لا بليبار تاعها صممها المصمم الايطالي أنطونيو كالياني اللي صمم اوسي لا بلاص دي بال. هذه صنفت سنة 1953 كأجمل افيني في فرنسا، باسكو لاجيري في هذاك الوقت كانت الجيري فرنسية. تما ديروا حسابكم باللي ميم في لي فيل فرونسيز باري بوردو نيس الاركيتكتور اللي فيها صنفوا هاد لافيني لا بلي بيل افيني
اسمها لافيني غينال. شكون يعرف نعيطوا لها هنا في مسغاني؟ لافيني غينال. اي لافيني غينال اسمها لافيني غينال. هذا غينال سيتي لو مور دو مصطغانم في لي ديبي دو 1900 دار لو برومي chemin de fer entre مصطغانم et تيرت مصطغانم et Alger. En plus de ça دار chemin de fer من البور لسيدي مجدود. علاش شكون يعرف على دار chemin de fer من البور لسيدي مجدود؟ ما عندكمش والو ما في سيدي مجدود كان كاين يسموه منجم تاع حجاره. منجم تاع حجاره كانوا يخرجوها من المجدود وينقلوها في البور ومن البور يطلع لفرنسا. دونك هاد لافيني سي لافيني غينال. من عندنا ليطا اللي كنت نهضر لكم عليها دروك اللي كانت لاكازاغن دو باغاي كي نزلوها من داروها تحت. هنايا رانا عند ان بلاص امبلاماتيك ثاني اللي قليل من الناس اللي يعرفوها. هنا افون 1830 كان كاين برج سموه برج الجراد. كان مصطغانم بكري قبل 1833 قبل بون 1870 من قلعوا لي بورت دو مصطغانم كان فيها 6 بورت. شكون يعرف لي بورت اللي كانوا في مصطغانم؟ كاين باب البحر، باب معسكر، باب الزيو، باب الجراد، باب البحر، باب العرس، باب المرسى. سموها باب المرسى. هو باب زيدي كاين 4. باب مجاهد. باب مجاهد وباب العرس. دونك مصطغانم كان فيها 6 تاع لي بورت تاع لي بورت باردون. كان فيها باب معسكر ويما كنا عند لاكون بوست هذاك هو باب معسكر. بريزينيك شتو بريزينيك وين؟ هذاك تما كان باب الزيو. يجي مهود منا يجي هاودو يسموه لي ميغاي ودودو من تحت تشوفوهم بيان. هاودا راه باقي جوست برج صغير كيما هكا. هنا كاين برج الجراد هضروا عليه بزاف رحاله فرنسيين. كي تجي هنا ما كاين كي تجي من البحر يبان لك هو الاول باسكو كان كبير كان كاع المساحه هذه يحسبكم حتى ما تجي الظهر كان برج الجراد كان يرفد 400 حاميه 400 جندي. هنا في الدفا تاع حيدر. هنا لو بوان كي فرنسا الرابور بين لا فيي فيل ورا ندير هنايا. هذا هو لو بوان اللي دار فيه باسكو منا بدات تنوض en 1840 كي بدات دير ليكسبونسيون تاع لا فيل تاعها. هنايا رانا ثاني في مبنى ثاني في الفرنسي اللي هو الدائره غادي في 1840. هذا المبنى شاهد على حدث تاريخي ثاني في تاريخ المدينه اللي هو نابليون بونابرت روا كي جا مسغانم جا لهنا ورقب عليهم هذاك لو بالكون. كاينه اون فوطو ثاني شي با لا شفتوها ولا لا. وكي رقب عليهم كانوا هنايا لي جويف لي زعرب ما طلعوش عندهم باسكو كانوا دابزين كانوا دايرين احتجاج في هذاك الوقت باسكو فرنسا كانت دايره المسجد الماريني تاع مسغانم كانوا دايرين حاجه كم اسطبل بدلوه وكانوا دايرين اسطبل. دونك كي جا لهنايا المسغانميه العرب نيفوه كيما نقولوا هنا ما جاش عنده. هو جا زعما باش يريكلي لي بروبليم تاع اللي كانوا في لافي. بروبوزاو على نابليون لي بروبليم اللي كانوا عندهم. باش لي زراب لي جويف اللي كانوا هنا بويسك هما كيما قلت لكم استغلوا الفرصه وبروبوزاو لي بروبليم اللي كانوا عندهم على نابليون بونابرت. نابليون بويسك ما شاف باللي قال لي زراب راهم بيان صافا ما كاينش ما عادش عندهم دي بروبليم اي تو. قال كاع صوالح اللي نجي نديرهم بور لي جويف. بروبوزاو عليه ثاني لي جويف عندهم بروبليم تاع السرقه خيانه. هما الجويف كانوا يخدموا ذهب يخدموا فضه يخدموا سراجه يخدموا كلشي يخدموها مصطغانم. دونك كانوا يعانوا من الخيانه. وهنا في حي الدرب كان اون ري برينسيبال اللي فيها يخدموا فيها هاد الصوالح. كانوا يحطوا برا الذهب وكاع يبيعوا. اش يديروا تاعنا عرب يخونوا ويهودوا تحتها يهودوا السويقه التحتانيه يهودوا تيجي وين بتقدرهم هذوك ما تقدرهم. ثم دار لهم بروبليم بروبوزاو على نابليون بور هذا البروبليم. نابليون شا قال جاب ان ارشيتكت فرونسي قال لها فوالا ها بروبليم دير لي حل الله يسهل عليك. دار لهم حل. دار لهم مجمع سكني فيه دخله وخرجه يتبلع من الباب منه ويتبلع من الباب منه. دوك نروحوا نشوفوه سموه احنا نعيطوا له في مسغانم نعيطوا له باساج. وكان مسغانم يقدم يعيطوا له درب واحد اخر سموه درب النسيج ولا درب سراجه ولا درب كل واحد شي يقول له. دوك نروحوا نشوفوها نقبلكم بها.
حمام بو عمران. شكون يعرف يصوت حمام بو عمران؟ شغل هو الفاصل تاعه برينسيبال الزوجه. بون حمام بو عمران تاسس هو مازال دروك حمام. هو اون فري ماشي حمام، هو سيتي ميزون. هو سيتي لا ميزون تاع برومي باش باي اللي خلاه خير الدين برباروس كي جا المستغانم اون 1545 54 خلى واحد سموه حاج كريتلي. هذا كريتلي من بعد ولا عيطوهم بكريتلي. هو باسكو علاه عيطوا له كريتلي؟ هما اوريجينال من جزيره كريت. شكون يعرف جزيره كريت وين جاي؟ وين جاي؟ بيان سور فلاغريس، جايه فلاغريس باسكو في هذاك الوقت كان تابعه للدوله العثمانيه. دونك هما كي جات هاد لا فامي عطاهم الحكم العثماني، شغل التير تاع العثمانيين اللي كانوا هنا. باسكو اون فري هما كي جاو ما كانش غير العثمانيين يحكموا، كانوا كاينين دو بارتي، كانوا كاينين نزار اللي كانوا عايشين هنا اللي قبلهم وجاو العثمانيين باش يعاونوهم. كاين خلطه كبيره. عطاه هاد لا ميزون كانت الدار تاعهم اون 1926 صارت هذيك الفيضان كبير اللي حكيت لكم عليه. الدار شدارت ضرت خسرت بزاف. دونك شدار كان سموه الحاج محمد بكريتلي باعها وطلع شرا سكنه واحده اخرى، شرا في المطمر. دونك وهذه شراها الحاج بو عمران اللي اوريجينال دو تلمسانيين. جاها دارها رينوفاسيون ورجعها حمام. ومن 1926 دروك مازال حتى دروك حمام. قلت لكم باب المرسى كي كنا الفوق ما غادي، قلت لكم غادي من باب الجراد تهود مع لا فرونتير تاع الواد اللي جايه من تحت وتوصل حتى لهنايا. هاود الباب تاع المرسى، باب مازال دروك سموه باب المرسى. يهود هكا لابورت. دوك نزيدو نهودو تشوفوها بها. باش تكون مصاقان في هذيك ليبوك كانت عاصمه بايلك الغرب. باسكو في الفتره العثمانيه كانوا كاينين دي بايلك، كاين بايلك الغرب بايلك الشرق ودار الباي بايلك التيطري اللي كانت عاصمه ياونديه. دونك مصاقان في هذيك ليبوك كانت عاصمه تاع بايلك الغرب. داروا هذا القصر داره الباي زعما باش يحكم منه ويسير منه الامور تاع الرعيه. جاي عند الحدود مع الميراي. شغل الميراي ما يغطوش عليه. لي اسبانيول كانوا يجوا يبغوا يحتلوا المستقبل كانوا يدخلوا على كاين على البحر كي يقصفوا يتكلم فيه هو الاول اللي دار فيه. ماشي داروا سمحوا فيه خلاوه بناو واحد اخر جهه الزوجات. كاين راحوا نشوف كاين هودو من تحت يشوفوا يبان لكم شوفوا يبان لكم بيان. هنا انا في لاري هذه لاري لي سيغ دو بون سوكور اللي فتحنا عليها الساعه. قلت لكم كانوا يبيعوا فيها حلويات تقليديه. لو سيل اللي مازال يبيع هو هذا عمي تونسي. هذا سي ما ماشي منا عمي تونسي شا ولا دخل في لي زاني 60 ولا لي زاني 70 توفى مسكين على كي اللي توفى الله يرحمه. ولده راه قاعد في بلاصته يبيع كل شيء. هنايا شكون يعرف اللي منا شكون يعرف هذه شوارع؟ هذا شوارع حبس تعنسة؟ لا قبل ما حبس تعنسة شكل هذه انت كي عرفتي كي غشه. شو هذا سي برج المحل. هذا تبنى سنة 1098 كان النواة الأساسية اللي عمل تكوين مدينة مستغانم في ذاك الوقت. 1098 جاء أمير يوسف بن تاشفين جاء من فاس كي كان طالع على الجي باش كان شغل دار من فاس الدولة المرابطية كي بغى يفتح من فاس حتى الجي فات على ليفيل فات على ندروما فتح ندروما فتح مستغانم نو تلبس ما وصلهاش فات على ندروما. هو جا غير لي طور انا هذاك الوقت فات ندروما مستغانم فات على كسموها قليعة وصل لالجي. هاد لي كارفيل اللي ضمهم المملكه في هذاك كاين كواش بارتو مستغانم هنا في الدرب في تيجديد في السويقه بارتو مستغانم كانوا كاين كوش سيرتو في العيد يخدموا في العيد بزاف. راحوا يحموا عندهم البحلاوه يحموا عندهم الكعك المادلين مصيبحات كلشي يحموا عندهم. وهذا بارمي اللي دارني زعما اللي مازالوا سيناغوغ دو مستغانم. شكون يعرف شنو سيناغوغ؟ عارف شنو سيناغوغ؟ لا عارف سيناغوغ.
سيناغوغ هي معبد تاع اليهود اللي يعبدوا فيه كيما ليغليز بور لي كاثوليك المسجد للمسلمين. سيناغوغ تاع اليهود. شالوم. هذه هي سيناغوغ. دونك هاد لا سيناغوغ تبنات en 1890. سي لا دوزيام سيناغوغ. هذه ما كانتش اون افون قبل ما تدخل فرنسا كانت كاين سيناغوغ قدام داخل تاع لي جويف باسكو كانوا كاينين لي جويف قبل ما تجي فرنسا. سيناغوغ كانت صغيره ما كانتش كبيره بزاف. كي جاو لي فرونسي بغاو يزيدوا يكبروا داروا هاد لا سيناغوغ تبنات en 1890. هذه تبناتها واحد لا سيناغوغ من اوتريش مازال دروك كاينه هي اللي بناتها هي اللي مولتها باسكو فرنسا في هذاك الوقت ما كانش تدعم اليهود كانت تكرههم ثاني تكره العرب تكره اليهود بديت تكره. دونك فوالا هذاك اليهود تاع اللي كانوا في مسغاني يرسلوا لهاد لا سيناغوغ في لوطريش اللي كانت عندها قوه وزعما كبيره بزاف مولت لهم المشروع وخدموا هاد لا سيناغوغ. كما قلت لكم لا سيناغوغ فيها لي زاركاد باسكو علاه لي جويف بكري سون دي زاندالو. هو في العماره الاندلسيه معروفه بحدود الحصان ولا نقطه. دونك فوالا داروا لي زاركاد اون بليس دو سا كاين كون تشوفوا كاين دي طاش هادو تاع لا موزايك ايتو ثاني يعبروا عن الهويه الاندلسيه تاع اليهود اللي كانوا كاينين هنا في مصراني. واليهود بكري يبغوا اي حاجه فيها النبات اي حاجه فيها في الطبانه. شكون يعرف اسمها الطبانه؟ هي يدفع هنا ماشي مدفع صح زعما ضرب منا سي بور سا كانوا يسموها طوبان وحنا يعيطوا لها الطبانه. هنايا سيتي لا كابيتال دو بايلك دو لويست. بايلك الغرب كان منا يتحكم. هنا هذه سي قصبه العثمانيه كما نقولوا حنايا بدات تتبنى. بون هي ماشي هي تبنات من قبل العثمانيه كيما هنا هذا المسجد اللي مقابلنا سي اون 1300 بدات تبنى اون 1342 المسجد الماريني بصح شاورا عطاوها قصبه عثمانيه باسكو هما اللي جاو طوروها وداروا لها ليكستونسيون وداروا لي غيال ادخوات وكاع. دونك عطاوها قصبه الباي اللي كان خارج الاسوار. ما البلاصه اللي اختاروها فيه والبلاصه اللي داروها فيه ما كانتش تخرجوا كان معرض بزاف للهجومات الصليبيه كيما نقولوا حنايا. تا داروا بدلوا جابوه دخلوه لهنا. هنا هذه يسموها دار القائد. هي اون فري سي قصر القائد بصح راحت فيها دار القائد. يقولوا تبنات en 1732 بناها البي محمد البي بوشلاغم باش تكون مركز الحكم تاعه. وعاش ومستغاني كانت عاصمه بايلك الغرب لمده 92 سنه 95 سنه. دونك سي سا من داخل ستيل اركيتكتور الجيريان اندلس مع زيري هندسه زيريه. بلاصه مسراني عطوها خشة بغل عشان انا عطوها خشة بغل باسكو هنايا في قصه الثوره و اليبوك كاين غير بغل اللي يفوت منا ما كاينش حاجه اخرى تفوت منا باسكو بكري كانوا كاين غير اخوان هنايا كمل تخرج حتى للداخل. كاين هذا الدار سموها دار مولاي حسن ولا دار مولاي حسن اسماعيل سنه 1343 سنه 1343.
Bon, c'était très intéressant, très enrichissant. تعلمنا شحال حاجات جدد. Hello, c'est Aziza et j'ai adoré la visite. L'équipe est super sympa, le groupe super sympa, surtout le guide Bachir Saha, le photographe derrière la caméra. Merci beaucoup et à très vite. مرحبا بكم في مستغاليم. بون كاين بزاف صوالح شابين في مستغاليم. اللي ما جاش مستغاليم مضيع بزاف. ايوا وميرسي بوكو في مستغاليم وان شاء الله تجوا معنا لا بروشين. Nous remercions l'association Ville Mostaganem pour la visite qui était très enrichissante. Le circuit était très intéressant. Nous remercions aussi les guides qui ont présenté des informations très riches sur la ville de Mostaganem. Et on espère, on souhaite bon courage pour l'association et bonne continuation. Assalamu alaikum. Merci pour l'association de Ville Mostaganem. C'était une belle expérience. Bienvenue chez Mostaganem.